طريقة تسجيل شقة بالشهر العقاري وقانون الشهر العقاري الجديد. بدأت الحكومة المصرية حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة والوحدات التي لا تستوفي شروط البناء ولم تحصل على تراخيص، وفوجئ الكثيرين بأن وحداتهم مخالفة لقوانين البناء ومهددة بالإزالة. فما هي الإجراءات الاحتياطية التي عليك اتباعها عند شراء عقار؟ وما هو طريقة تسجيل شقة بالشهر العقاري وأهميته وخطواته وتكلفته؟ احتياطات قبل شراء شقة. امتلاك شقة من الضروريات التي يبحث عنها الجميع ويسعى إليها كل الفئات خاصة الشباب، وتتنافس الشركات العقارية والمطورين العقاريين على تقديم عروضها لهؤلاء، لكن البعض يتفاجأ بأن وحدته التي اشتراها مخالفة لقوانين لبناء المعمول بها في الدولة، واضطر للدخول في دوامة إجراء طويل لترخيص وحدتها أو للتصالح عليها من الجهات المختصة. وهناك العديد من الإجراءات التي يجب اتباعها قبل شراء شقة للتأكد من مناسبتها لك، وتنقسم هذه الخطوات إلى خطوات يمكن القيام بها والتأكد منها بنفسك وتحددها رغبتك، وإجراءات أخرى قانونية يجب عليك الرجوع فيها إلى لمخة الصين. من أهم الإجراءات التي من الممكن التأكد منها بنفسك هو معرفة عمر المبنى الموجودة به الشقة وحالة المرافق الملحقة به وانتظام عمل الصيانة به، والمنطقة التي يوجد بها وخدماتها ومميزاتها وأيضا عيوبها لمعرفة هل تصلح لك أم لا، وكذلك التأكد من كونها مناسبة لك، وقربها أو بعدها من الخدمات العامة مثل وسائل المواصلات العامة والمدارس والجامعات ومحلات التجارية وجودة البنية التحتية للمنطقة. كذلك يجب عليك السؤال عن سمعة البائع سواء كان مؤسسة، شركة عقارية، أو شخص مقاول، وهذه نقطة مهمة جدا خاصة عند الشراء في المدن الجديدة. إجراءات قانونية هامة قبل الشراء. أما الإجراءات القانونية التي يجب عليك اتخاذها قبل شراء شقة فهي: الاطلاع على كل أوراق الوحدة، تسلسل الملكية من المالك الأصلي والمالكين للشقة من بعده وعقود التمليك، تراخيص المباني، إيصالات المرافق. الاطلاع على بنود العقد وقراءته جيدا والسؤال عن كل التفاصيل قبل التوقيع أو الإمضاء. التأكد من العقد المسجل الخاص بتسجيل شقة بالشهر العقاري وصحة بياناته. حمل مجانا دليل قرماب للتسجيل في الشهر العقاري. أنواع عقود شراء شقة. أهمهم العقد الأخضر. تتعدد أنواع العقود الخاصة بشراء الوحدات حسب الاتفاق والأوراق المتاحة وقت الشراء، فأفضلها العقد المسجل بالشهر العقاري، وهو إثبات قاطع على ملكية الوحدة ولا يمكن لأحد أن ينازعك على الوحدة المسجلة باسمك ويمس بالعقد الأخضر، حيث يتميز باللون الأخضر وله علامات تحدد صحته من عدمه منه لونه الأخضر ووجود رقم وتاريخ للشهر، ويستخرج من مأموريات للشهر العقاري للتابعة له الوحدة. هل العقد الابتدائي لا يزال مهما؟ أما النوع الآخر هو عقد البيع الابتدائي، وله عدة أشكال أفضلها أن يكون حاصل على حكم صحة ونفاذ، وهي درجة أمان تضاهي درجة تسجيل شقة بالشهر العقاري، ومنه عقد حاصل على صحة توقيع ويجب أن يرفق به تسلسل الملكية ولا يعتد به في الملكيت، لكنها اثبت فقط على صحة للتوقيعات الموجودة عليه، وللشكل الأخير أن يكون عقد ابتدائي دون الحصول على أي أحكام، وهو ليس مستند يعتد به تحت أي درجة قانونية. موعد تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد. وحسب قانون الشهر العقاري الجديد المقرر تطبيقه في بحر عامين في 2023، كان الرئيس المصري قد وجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين ليتمكن المواطنون من دراسة القانون الجديد وتوفيق أوضاعهم مع متطلباته، سيتم إلغاء الاعتراف بالعقود الابتدائية وما يسمى بلا الصحة ولا نفاذ ولا نيل إلى للعقارات لمسجلة رسميا بلا الشهر العقاري. استعن بمحام واحترس من النصب. ويجب العلم أن هناك عقود خضراء يتم إتمام عمليات نصب بواسطتها على أنها مسجلة بالشهر العقاري ولا يوجد عليها رقم أو تاريخ شهر، بل هي مجرد عقود مقلدة من الممكن شرائها من أي مكتب،
لذلك من الأفضل أن يكون معك محامي عند الشراء. التأكد من صحة عقد تملك العقار. هناك علامات لمعرفة صحة العقود المسجلة، من أهمها أن يكون مكتوب على الهامش الأيسر بالعقد بشكل عرضي عبارة ليس لهذا العقد قيمة حتى بين طرفيه إلا إذا تم إشهاره، وعلى الهامش الأيمن يوجد مربع مكتوب فيه رقم لا الشهر ولا التاريخ. إذا وجد هذا لمربع دون وجود رقم لا شهر فهذا معناه أن العقد لم يشهر وليست له قيمة. كذلك يجب أن يحتوي العقد على البيانات المساحية للعقار من واقع كشف التحديد المساحي المكتوب بمعرفة مكتب المساحة التابع له العقار، ويختم ذلك بختم يشبه زهرة اللوتس مكتوب فيه صالح للتسجيل. ويجب أن يؤشر على العقد برقم مشروع وتاريخه وساعته ويكون ومن أيضا، ويلحق بالعقد محضر تصديق موافق من الشهر العقاري بأن البائع والمشتري قام بلا التوقيع أمامه. البعد عن العقارات المخالفة أفضل شيء تفعله. وفي هذه الأيام عليك التأكد من أن العقار الذي ستشتريه غير مخالف أو مطلوب من مالكه التصالح بسبب أي مخالفات في ترخيص البناء أو تعدي على أراضي الدولة. هل قانون الإيجار سيتغير؟ اعرف هنا ما هي خطوات التصالح في مخالفات البناء. تتم عملية التصالح على مخالفات البناء بعدة خطوات، وهي: التقدم بطلب تصالح إلى رئاسة الحي التابع له العقار، صورة الرقم القومي للمالك وصورة العقد، عدد 2 نسخة من الرسومات الهندسية، نسخة من الرسومات المرفقة بتراخيص البناء، تقرير السلامة الإنشائية، إيصال سداد رسم فحص ودراسة الطلب، سداد 25% من قيمة التصالح حسب مساحة الوحدة. وأعلنت الحكومة المصرية عن بعض التسهيلات لتتم عملية التصالح بسرعة قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية شهر سبتمبر، والتي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر المربع، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي ما استند للتي قديم للتصالح واستكمال بقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين. كذلك أعلنت الحكومة عن خصم 25% من قيمة رسوم للتصالح حاليا لدفع لفوري. ما هي إجراءات تسجيل شقه بالشهر العقاري؟ قبل البدء في إجراءات تسجيل شقه بالشهر العقاري يجب عليك معرفة أن هناك طريقتين للتسجيل. الأولى هي الذهاب بصحبة البائع إلى مأمورية الشهر العقاري والبدء في تسجيل العقار، والثانية وتكون ضرورية في حالة عدم تواجد صاحبة العقار البائع لك، حيث من لضروري أخذ حكم محكمة يسمى صحة ونفذ، أو لن ويجب الانتهاء من معرفة إجراءاتها جيدا لأخذ لحكم في لجلستنا لأولى لعدم دفع نسبة 7.5% من قيمين العقار في حالة تأجيل القضية. بعد ذلك يجب عليك أولا أن تقوم بعمل كشف مساحي للشقة ومراجعته بالشهر العقاري وعمل إشهار لعريضة الدعوى به، ودفع رسوم نقابة المحامين التي تبلغ 5% من قيمة الوحدة. ويمر أي طلب تسجيل شقة بالشهر العقاري ب3 مراحل. الأولى هي مرحلة القبول، والثانية هي مرحلة تحرير العقد، وأخيرا مرحلة الإشهار بالمأمورية الرئيسية للشهر العقاري التابعة لها الوحدة.